يقول لك القهوه بتخسر عن دول، كفايه عليا كلمه معلم. ان الموظف يا يفرض ثقافته على الشركه يا الشركه تفرض ثقافته عليه. في مشاريع ب 30 40 مليون، الموظف عايزك تبقى كده، عايزك ما تمسكش عليه اخطائه، لان غياب الورقه والقلم دي اصلا غياب المعيار. انت هتنعزل عن الواقع. الرسمه اللي احنا بنشوفها دلوقتي، ان الفكره ان الحاج محمد بيبقى فعلا لما بيشتغل كل حاجه بايده، الراجل ده بيخش في مشكله بنت لذينه، ما بيثقش في اي حد، وكل الصنايعيه حواليه وكل الموظفين بقى، مديرين براند مانجر منطقه، هو ما بيثقش في حد، انا اللي بعمل كل حاجه. فبيكتشف ان الناس اللي حواليه كلهم صبيان، وان هو بيشتغل بحاجه. ونقطه مهمه قوي اسمها باي اكشن مش باي بلان. هو خلاص الورقه والقلم راحت، انا موجود خلاص، انا اللي بشوفه بعيني باخد عليه قرارات، وبتعامل مع كل حاجه. على فكره الحاج محمد ده وهو بيتعامل مع المشتريات بيعمل حاجه بنت لذينه، ان هو ممكن يقعد يفاصل مع مورد 4 ساعات عشان ينزل 100 جنيه، والقهوه بتخسر، القهوه بتتدمر، والناس بتتخانق، وفي مشكله في المشروع، بس هو بيستنزف طاقته كلها في ان هو يتعامل مع الموردين عشان ينزل 100 جنيه. في نقطه بنت لذينه في الحسابات عند دكانه الحاج محمد كنموذج، ان الحسابات فاتحه على البيت على طول، طالعه وداخله، والفلوس خارجه وطالعه، وما فيش اي حاجه، هو داخل خارج، بعنا النهارده بكام، تقول له حسابات تقارير، مش مهم خلص بس توقيع ماليه، لا الكلام ده بتاع الشركات الكبيره. يعني الحاج كبير ايه، انت عندك اصول ب 4 5 مليون، إيه؟ انت مش صغير يعني. فدماغه بقى مش رايقه النهارده، هو دي بقى اليوم السنه بتخلص كده. النهارده انا عندي خناقه مع عميل، بكره تقعد مجلس المدينه قلنا، فده يوم وده يوم وده يوم. طب احنا عايزين نقعد ونعمل ميتنج وبتاع، رمضان بقى كل سنه طيب، نفطر ده العيد دخل على الباب، ايه ده السنه خلصت، الشهر خلص، طب نتكلم في ميتنج. هو الميتنج ده الموظفين بيقعدوا يتكلموا ان هم عايزين زيادات ومرتبات وبتاع، فانا ريحت دماغي لغايه الميتنج خالص. تعال نشوف بقى الحاج محمد لما بيلغي الميتنج، انا بسميها مرحله القضاء على قهوه ودكانه الحاج محمد. بتخسر يا معلم، كفايه هي كلمه معلم. ان هو فعلا ما فيش اجتماعات، الراجل ده كده انقطع عنه الصوره، وبدا يشوف اللي بيشوفه بعينه لما بيجي، وتعرف هو بيجي امتى وديته ايه، والنهارده الحاج موجود خلاص هنشتغل، الحاج مش موجود ما بنشتغلش. هنا بيتكون لوبي بقى. المديرين دول لما بيقدموش تقارير، دي في الشركات ما بيحبوش التقارير، ما بيحبوش الورق والقلم، وهي دي مشكلتها. المدرسه الواحد لما اخر يوم خلص في جامعه ولا مدرسه، رمى الورق والقلم وولع فيهم، فمهما تقول له يقول لك لا لا انزل اشتغل يا باشا واديك مبيعات واحقق لك على الارض. هو مش عايز ورقه وقلم. ليه؟ لان غياب الورقه والقلم دي اصلا غياب المعيار. فممكن تلاقي واحد الطحن شغل. عشان كده لما بتجيب الورقه والقلم بتكتشف ان الناس الجديده بس هي اللي بتشيل الشغل، والقدام معلمين، كلهم معلمين. الحاج محمد اتشفط زي ما قلنا واتحبس جوه دايره ان هو بيشوف اللي الناس عايزه تشوف. هنا ثقافه الشركه اختفت، هويتها اختفت، الايكون بتاعت الشركه اختفت، بقى كل موظف في الشركه بيفقد ثقافه. يعني انت لو شركه عندك معيار اليونيفورم مهم، اقول لك على فكره انا اليونيفورم ده مش قيمتي، انا بقالي 2 3 4 شغال معاك مش هلبس يونيفورم. لو انت عندك ويلكمينج وبتهتم بالتفاصيل، لا على فكره انا اصلا الزبائن بتيجي عشان خاطر انا، ما يعني حوار ان انت بقى تقول لي اهتم بالتفاصيل، ده كلام مش صحيح. فتكتشفي ان كل يوم الحاج محمد بيجي يطفي خناقه ويزعق وبتاع، فهو ما تعرف ديته ان هو خلاص هيزعق يومين 3 ويخلص. المصيبه بقى ان الناس دي في الشركات احيانا بيترقوا. المديرين اللي هم ما بيقدموش تقارير ولا ورق دول، مش كفايه ان هو مثلا مدمر منطقه مثلا ولا في حته في شركه ولا في فرع، لا ده مدخل تحتيه موظفين تانيين هيمشوا على نفس نمطه، فالفيروس هيضرب في الشركه كلها. هيغيب المعيار بتاع الورقه والقلم، هيغيب معيار الميتنج، هيبقى كل واحد شايف نفسه جامد من وجهه نظره. لكن انت لو عملت له كي بي اي بجد وحللت له وضعه بالظبط، يبقى عنده مشكله. على فكره احنا بنقعد نقول البيزنس طبعا متوسطه ده يعني مشاريع صغيره، في مشاريع ب 30 40 مليون عندهم بضاعه ب 50، وفي الاخر بتدار بشكل دكاكيني. اكتشف ان انا عندي مشكله، ان الناس دي بقت فيروس وانتشرت في المكان كله، وهم اللي فرضوا ثقافتهم على الشركه. الحته دي مهمه جدا، ان الموظف يا يفرض ثقافته على الشركه يا الشركه تفرض ثقافته عليه، يا الشركه تجبره ان هو يمشي بنمط الشركه. لذلك مين فيهم اقوى؟ هو بصراع قوه. الحاج محمد او النموذج او عمرو لما بيقطع الورقه والقلم ويعتمد على عينيه ويعتمد على تواجده، هو بيحصل مشكله معاه. هنا غياب بقى علم الاداره هو السبب، بيعمل خلل في المفهوم في التصورات. اصلا انا لما قلت لك في البلاننج ان في بين وبيبر، انت قطعت الورقه قطعت البلان، كله بقى انفعال وبتاع. خد بالك الموظف عايزك تبقى كده، عايزك ما تمسكش عليه اخطائه، عشان يوم ما يشتغل ويعمل انجاز يبقى جامد، يقول لك انا الجامد، انا اللي عملت ده امبارح، انا اللي عملت ده النهارده. لكن انت لو مسكته بورقه وقلم تقول ده ناسي شهر 2 الساعه 4 لما عملت لك التقرير ان انت غلطت في كذا مع عميل كذا، هو ده التقييم. لكن الانسان ابن اللحظه، هو بيقيم الانجاز اللي عمله دلوقتي. لما كنا بنشتغل الموظف مثلا هو احسن موظف حقق في الشركه، لكن هو في الاصل ما ينفعش يبقى مدير، لانه هو انفعالي عصبي انطوائي، عنده اخطاء كتير جدا خلال السنه، بس هو حقق
في شهر وعايز ياخد عليه الانسنتيف. لذلك انت لما تكون شركه ومش ماشي بورقه وقلم ومديرينك مش عارفين يستخدموا الورقه والقلم، لازم تقف. انت هتنعزل عن الواقع، انت هتتحبس في القفص بتاعك زي دكانه الحاج محمد مهما كان اسم، هتتحبس وهتبقى عامل فيها عمده بالاونطه، يقول لك القهوه بتخسر عنك، تقول كفايه عليا كلمه معلم. لذلك في الاصل هتاخد MBA، هتاخد اي حاجه وهتغيب عنك الورقه والقلم زي السايكل ده، هتتحبس وهتمشي من النموذج اللي احنا خايفين منه. صباح الفل.